أهلا بكم أعزائي ومتابعي لحظة من فضلك. هالة صدقي تعاتب الجمهور محدش قال لي مبروك على براءة جعفر. مازحت الفنانة هالة صدقي جمهورها بعد حلقة أمس مسلسل جعفر عمدة وخروج محمد رمضان من السجن، حيث نشرت مشهد لقائها بجعفر من خلال الانستجرام الخاص بها وعلقت عليه: محدش قال لي مبروك على براءة جعفر، جعفر إن شاء الله يخرج يفرم شوقي وأمثاله. وكشفت الحلقة العشرين مسلسل جعفر العديد من الأحداث، حيث تم اكتشاف أن سعدة خادمة عائلة جعفر العمدة هي عين عائلة فتح الله، وهي اللي تنقلهم الأخبار. كما اتضح أن دلال متورطة في خطف ابن محمد رمضان ضمن أحداث العمل. كما شهدت الحلقة 20 مسلسل جعفر عمدة ذهاب شوقي الفنان منذر ريحانة إلى جعفر السجن ليشمت فيه ويخبره بمعلومات غير حقيقية، وأنه المسؤول عن خطف ابنه وقتل ابن أخت دلال حتى يتشفى فيه. ومن ناحية أخرى، يحاول نعيم الفنان عصام السقا طمأنة والدة جعفر العمدة محمد رمضان حول خروجه من السجن ويحاول تهدئتها، ويذهب نعيم لجعفر في السجن حتى يخبره أنه خائف من عدم وجود كاميرا تكشف عن مسؤولية من وضع الهيروين داخل حقيبة محمد رمضان في مطار لبنان. ويذهب نعيم لمكتب المحامي المسؤول عن القضية ويخبره بضرورة إسراع الإجراءات وتفريغ الكاميرات في مطار لبنان حتى تثبت براءة جعفر ويخرج سريعا من السجن. وشهدت أحداث الحلقة العشرين إخلاء سبيل محمد رمضان بعد قام ضباط المباحث بتفريغ كاميرات مطار لبنان، واتضح من خلالها أن شخصا مجهولا وضع له أكياس هيروين في شنطة سفره أثناء عودته مطار لبنان. وأمر وكيل النيابة العامة بالإفراج عن جعفر العمدة بضمان محل إقامته بعد الاطلاع على الفيديو في المطار، وأمر كذلك بضبط وإحضار الشخص اللي ظهر في الفيديو. وخلال الحلقات السابقة تم القبض على جعفر عمدة بتهمة حيازة مخدرات، إذ دس له مكهول هيروين في شنطة سفره أثناء عودته مطار لبنان، وتم حبسه 4 أيام على ذمة تحقيقات. مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منى فضالي، أحمد داش، منذر ريحانة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك، وضيف الشرف بيومي فؤاد. من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هاب سعدي جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية. وقد تدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي حول جعفر العمدة محمد رمضان، وهو في العقد الرابع من عمره ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركة مقاولات، ويدخل في العديد من الصراعات سواء في العمل أو بعيدا عن العمل. ثم يقابل خلال مشواره عايدة زينة ويتعرف عليها، وتنشأ بينهم قصة مليئة بالمفاجآت. كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيا أو أصابه مكروه. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك لكسر كل جديد من القناة. شكرا لكم.